بس دي قديمه كده. طب شوف دي. قول يا رايق. راجل مخلف 12 عيل. ده باين عليه صحته شديده قوي. السلام عليكم يا جماعه. ومراته حامل في ال13. عند ال13 قال لازم اوقف، كفايه كده. راح واخد بعضه هو والست بتاعته وال12 عيل وراحوا رايحين للدكتور. قال له انا عاوز احدد النسل، كفايه على كده. تفتكر الدكتور يقول له ايه؟ يقول له خلي الست مراتك تاخد الحبوب. يبقى الراجل يرد عليه يقول له ايه؟ يقول له ما نفعتش. لا يا غشيم، هو ينقي 3 عيال ويبعدهم عن اخواتهم ويقول له خدت الحبوب وخلفت ال3 دول. احلى ست. فالدكتور يقول له استعمل عازل طبي. ينقي 3 عيال ويقول له استعملت العازل خلفت ال3 دول. انت كده معايا على الخط. الدكتور يقول له ايه؟ خلي الست مراتك تاخد اللولة. ينقي 3 عيال ويقول له خدت عملت اللولة بدوت وخلفت ال3 دول. تفتكر الدكتور يعمل ايه؟ احسن حاجة ينصحه ما يقربش من الولية ومراته بتاتا. هنا بقى يشاور على اخر 3 عيال ويقول له عملت كده وبرضه خلفت ال3 دول. تك ايه؟ هو بقية الناس فين؟ صحيح، ده مفيش الا انا وانت وبس. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ترى أحمد أخرنك ده ليه؟ هو الإمام عيان ولا أغمى عليه؟ يكونش مات؟ عايز أرفع راسي وأبص بس خايف يضيع أجري. طب فرضنا إن الشيخ مات، هنفضل ساجدين كده لحد إمتى؟ يكونش مولانا ضرب له كنكة حشيش كبست على نافوخه؟ ما احنا في البطنية. الطاعة واجبة. سيدنا سليمان مات والجن فضلت سجداله لحد ما السوس نقر عصايته، يعني الجن يطيع واحنا نعصى. أنا بقول نصبر شوية، وعلى رأي المثل من خاف سلم. وأخيرا تحقق الحلم. لقد أحببت الله منذ الصغر وأخلصت للدين منذ الصبا. عشقت التقوى وصادقت الورع بحكم نشأتي في بيئة ريفية تتعرف على الوقت بصوت الأذان. التحقت بالأزهر الشريف، درست علوم الدين فزاد إيماني وتأصلت عقيدتي، وأنهيت دراستي على خير، وتم تعييني واعظا وإماما. وأين؟ بالقاهرة، وبالقرب من حي الأزهر الذي ارتبطت به ارتباطا وثيقا. عبق التاريخ القديم وعشرات القصص والاجتهادات التي كانت تدور في الأروقة. ها أنا ذا في المكان الذي أحب أن أكون فيه أو بالقرب منه. أنا عبد العال رمضان أبو اليزيد، إمام مسجد التوكل بحي الباطنية. أنت مين؟ أنا عبد العال. عال مين؟
امام الجامع الجديد. هو مين الجديد، انت ولا الجامع؟ معلش يا سيدنا الشيخ، اللي ما يعرفك يجهلك. حصل خير يا اخ سولو تمر بحاجه تانية. الف شكر. شكرا. العفو. الناس هنا أمرهم غريب حقا، وهداية قوم ينصرفون عن دينهم ليس بالأمر الهين. ولكن أليس هذا مرادك الذي طالما سعيت إليه؟ أليس هذا هو ميدانك الذي طالما رددت أنك تود أن تجاهد فيه؟ فلتبدأ من الآن. حببهم في الإيمان وادعوهم ليعبدوا الله حق عبادته، ليجعلوا خشيته دائما نصب أعينهم. اذهب إليهم مصحوبا بالهداية، وإن شاء الله تفلح وتجد عندهم استجابة. أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. ده الشيخ الجديد اللي جابوه ده صوته ايه؟ عناب. مين ده؟ تعرف الافيونجي، مراته ترضاه بجيبتنا. لا ضرر ولا ضرار، لكن واجب ان يدفع اجرة المبيت في المسجد. صحيح علشان يصلي. يا مولانا هيحب الصلاة لما يتعود عليها، وهو نبقى 3. الله اكبر. الله اكبر. ايه ده يا معلم؟ القرش ماله هفتان كده ليه النهارده؟ اخص عليك، مفيش حاجه هفتانه تخرج من ايد المعلم. هات النعمه. قلت لك ايه؟ طب خلاص يا معلم خلاص. غور يا واد من وشك، غور. اللي بعده. نهارك حلو على كل الناس يا معلم. قرش كام يا معلم؟ زي امبارح. انا افتكرت يكون غالي ولا حاجه يا معلم. حلوه ايه؟ حلوه بجد. النهارده من غير فلوس عشان انت ذوق. يابا ده قرش بحاله. وعدها لك يا حمدون، انا عارف انا بعمل ايه كويس. ده زي البضاعه. وبعدين واحد زبون عكنني طردته، واحد بسطني بسطته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا، حصلت لنا البركه. كرسي واد لمولانا. البركة بفضل الله يا معلم. نزل لنا صنف جديد لسه محدش داق، ما تاخد نفحه منه عشان يخليك تصهلل ساعه الاذان. سامحني يا معلم حنتيتة. عيب لما تكسف المعلم، دي نفحه طيبه. يا اخ حمدون، المعلم سيب من يقضي. احسنت يا مولانا. اولادك دول يا معلم؟ لا، دول ولاد ابن حمدون. قيل لي انك لم تتزوج. اذا كيف يكون الاولاد بدون زواج؟ مولانا ده في الطراوه خالص. راجل بتاع ربنا، مش فاهمه هو في الامور الدنيويه بتاعتكوا دي. انا فاهمك يا مولانا. اصل الواد حمدون ده داير على حل شعر. ايوه لا مؤاخذه، يعني بتاع ستات. كل شويه الاقي واحده ست جايه لي جايبه لي عيل وتقول له خد ابن ابنك. ابص فيه الاقيه الخالق الناطق شبه الواد حمدون. اقول لها سيبيه واتكل. العيال ما بتضرش، وبرضه لما بيكبروا بينفعونا في الشغل. انما انت ما قلتليش، انت كنت جاي عايزني في ايه؟ في موضوع مهم يا معلم. مهم؟ نعم. حس كده يبقى قوم بينا. اصل المنطقه دي ما ينفعش فيها الكلام المهم. انا مبسوط منك علشان جيت عرفتني بنفسك اول ما طبيت الحته. عشان انت الكبير يا معلم. انا عارف انت عايز ايه. عموما ما يهمكش اي طلبات للجامع، انا تحت امرك ورقبتي سداد. يعني عايز ضمك كهرباء فرش، اسمع انا هجيب لك ميكروفون عشان حيلك ما يتهدش بالطلوع والنزول.
اما من ناحيتك انت فما تشيلش هم. انا عارف ان راتب الحكومه ما بيكفيش، هنمشي لك راتب. منور يا معلم، منور يا سيد الحته. ازيك عليهم؟ الحمد لله. ها اخبار ابنك ايه؟ ابني خلص حقوق والبركه في حضرتك يا كبير، عايزينك تتوسط لنا كده عشان يخش النيابه. الله يكرمك. من عينيا. الله يخليك يا معلم. لا مؤاخذه يا معلم، الموضوع غير كده خالص. امال الموضوع ايه لا مؤاخذه؟ الجامع يا معلم على طول فاضي، مفيش حد بيعتبه. مين قال الكلام ده؟ ده الجامع يوم الجمعه بيبقى مكمبل. كمبل؟ يعني اقصد بيبقى مليان على الاخر يعني. يا معلم الجامع المفروض يبقى مليان 5 مرات في اليوم، مش يوم الجمعه بس. لا بقول لك ايه، ما تصعبش الدين عشان هتصعب الدنيا معاه. انا لا عاوز اصعب ولا سهل، انا عاوز الدين حسب شرع ربنا. ربنا غفور رحيم، وبعدين الناس بتصلي في بيوتها في شغلها. يسر يسر ولا تعسر. ربنا يسعدك ويكرمك يا معلم يا رافع راسنا. خدوا دول يا ام سليم وكتري من الدعاء ويبعد عنك ولاد الحرام. فهمت؟ ايوه يا معلم، بس عايز حضرتك برضو تفهمني، حق ربنا ما فيهوش فصال، والناس هنا في الحته كل واحد في ملكوت تاني. دول ناس مؤمنين وعارفين ربنا، دول اهل خير. طب ايه رايك بقى ان ربنا راضي عليهم؟ ما هو ربك ده رب قلوب. يا معلم تاني بالمختصر المفيد، قول طلباتك ايه؟ يا معلم انت الكبير وكلمتك مسموحه، وبعدين يعني لو نزلت الجامع وصليت مش هتبقى لوحدك، اكيد في ناس هتتبعك، والصلاه دي فضل كبير، دي بتشيل ذنوب وبتحوش بلاوي. انت جاي تهدد ولا توعظ يا مولانا؟ يا معلم خليك هادئ الطبع، انا جاي اهدي. تهدي مين؟ احنا عالم مهديه ابا عن كده. انت عارف الجامع اللي انت بتشتغل فيه ده مين اللي بناه؟ اكيد راجل من اولياء الله الصالحين. ادي انت قلتها بعضمه لسان. اللي بناه بقى جد حنفيتك الكبير، لو كان اتدفن فيه كان اتعمل له مقام. اسمع يا اخ، انت لازم تعرف اولك فين واخرك فين. عاجبك تشتغل في الجامع بتاعنا على هوانا، اهلا وسهلا ورقبتنا ليك، لكن هتقعد توعظ في الناس بقى وتقول لهم الحشيش حرام، ده اللي ناقص. يبقى تشوف لك جامع تاني، الجوامع اكتر منها مفيش. يا معلم انت مره واحده كده طبعك اتغير، فين السماحه؟ سماحه؟ لما نتفق يبقى في سماحه، لكن طول ما انت بطريقتك دي هنعاملك زي الضباط بتوع الداخليه. خليك خفيف خفيف عشان العيشة تبقى خفيفة، بلاش عكنانة الله يرضى عنك. يا مولانا الصلاة دي فيها حاجات كتير قوي أنا مش عارفها، وضوء وحفظ فاتحة، ده مش فاتحة وبس، ده كمان عايز حاجة جنبها. بقول لك إيه، اديني كده قد 3-4 أشهر وأنا هكون زبون عندك في الجامع. 3-4 أشهر عشان تحفظ الفاتحة وسورة جنبها؟ ده إذا ربنا فتح علينا. مضى شهر وشهر آخر والحال كما هو عليه، الجامع بلا رواد والمقهى عامر بالناس. غريب حقا أمر هذه الحارة، إنهم يكرمون الضيف ويغيثون الملهوف ويتعاونون في النواكب، فالإيمان إذا موجود بعماقهم. ولكنهم منصرفون تماما إلى الحشيش، ذلك الرجس الذي يقف بيني وبينهم. اعترف أنك فشلت في هدايتهم، اعترف أنك أخفقت في التقرب إليهم، اعترف أنك هزمت، ولكنك تكره الهزيمة. إذا انزل إليهم واجلس معهم، شاركهم الطعام فلتصبح منهم ليصبحوا منك. وقتها ستجد الهداية تسري منك إليهم وهم لا يشعرون. يا مرحب، جيت في وقتك يا مولانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كبير قوي طاير حاير عشان خاطر مولانا شرفنا. قوم يا تروح يا اقعد يا مولانا، اقعد يا مولانا. اعرفك سيد سهلانة، اخويا الكبير لسه خارج امبارح من السمرامين. كان شايل عني قضيه كبيره قوي، هو كان هناك وانا كنت هنا. سلم على مولانا يا سيد. ازيك يا شيخنا؟ بقول ايه؟ شكلك مش غريب عليا يا مولانا، انت كنت بتقعد في السجن. يا سهلانة
ده احنا اول زباين عندك. على فكره يا معلم حمدون، مولانا صوته مفيش احلى من كده وهو بيقدم. الله، طب ما تغني لنا حاجه كده عشان خاطر سهلانه. أنا لا أعرف شيئا عن الغناء. بقول لك عشان خاطر سيد. أنا لا أعرف سوى التواشيح. يبقى تواشيح، وشح يا مولانا وقول، بس والنبي وحياة والدك قول لنا حاجه كده صعبه ناجحه زي من اللي بتقطع القلب. سبحانك اللهم جل علاك لطفا بعبدك خالقي رحماك يا كاشف البلوى أتيتك راجيا أرجو رضاك فليس لي إلاك إن كان خطي في الحياة قليلها إن كان حظي في الحياة قليلها فالصبر يا مولاي فيه رضاك ما حيلتي والعجز غاية قوتي ما حيلتي والعجز غاية قوتي فإذا قضيت فمن يرد قضاك وجهت وجهي نحو بيتك داعيا وجهت وجهي نحو بيتك داعيا يا من تجيب العبد يناداك بك أستجير بك أستجير بك أستجير ومن يجير سواك فوقا ضعيفا يحتمي بحماك يا ربنا يعينك يا سيدنا الشيخ، والنبي بقى ما تحرمناش من حسك الحلو. مولانا. نعم. انصحني يا مولانا.
الراجل جوزي كل يوم بيرجع مسطول، واول ما يحط راسه على المخده بينام. كل المساطيل اول ما بيحطوا راسهم على المخده بيناموا. بس انا بكون لسه صاحيه. يبقى تنامي قبل ما هو يجي. هو ده كل اللي عندك؟ مولانا أفندم. انا رشيده، اخر عروسه اتجوزها المعلم حديد. أهلا وسهلا بيكي. خير إن شاء الله. قول إن الله غفور رحيم. انا مراته رابعه، عندي 25 سنه وهو عنده 50. اتجوزني بعد ما ابويا دخل السجن. ما بشوفوش كتير، مرة كل فين وفين. من مدة الواد سنور كان جاي وكان جايب معاه الطلبات، وانا كنت خارجة من الحمام وشعري كان مبلول، وكأنه كان جايب ابليس معاه مخبي جوه جيبه. وحصل اللي حصل، واللي حصل ده حصل كذا مرة. عشان كده انا جيت لك تنصحني، وحاسه ان توبتي هتكون على ايديك. التوبة مش عايزة واسطة من حد، منك لربنا دول، بس المهم نيتك تبقى صافية. أستودعك الله. اربط جزمتك. انا اسمي ليلي، انت ما سمعتش عني؟ طبعا سمعت عنها، ده كلام الناس كله عليها. الوحيدة اللي قالت لا، كلهم جولي عشان يتصيروا الا هي. عرضت عليها $1,000,000 ما وافقتش. طلع لي فيها على ايه مش عارف. اصل امها كانت اتجوزت واد يا اخي، اتجوزت خواجه اسمه وينستون، قعد معاها اسبوع وبعدين اتنفى. راجل اهبل، قضى معاها ليله عجيبه، وبعد كده قعد يبعت لها شهريه. ايوه البديعه والليله، اصل اسمها الحقيقي ليلى، لكن ليلي ده لما جه جدها وجدتها يشوفوها سموها ليلي. قعدت بديعه تحوش الفلوس وتجرت بيها مع جوزها الجديد اللي اتجوزته، كان مغربي. هم اللي حطوا اساس حي البطنيه بتاعتنا دي. ايوه دلوقتي ماتت بديعه وراحت الفلوس وما عادش فاضل غير ليلي. بشوفها بالليل شغالة جرسونة في كباريه، بس الخواجاية المصرية طالعة فيها، مش عايزة حد يقرب لها، مش عايزة تبقى مننا، هي عايزة خواجة زي أبوها. مساء الخير يا سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ست ليلي. كنت عايزة أطلب منك طلب، بس خايفة تكسفني. خير؟ ممكن أدخل؟ هو أنا أصلي عايش لوحدي والدنيا ليل وهذا لا يجوز. ممكن وقت تاني؟ حتى أنت يا مولانا، وبعدين ده حتى ربنا شاهد علينا. طب اتفضلي. بس نسيب الباب مفتوح.
خير ان شاء الله. حاسه ان قلبي مقبوض والدنيا مقفوله في وشي. ربنا يفتحها في وشك وينور لك طريقك. طب ما تنورهولي ينوبك ثواب. النور لابد ان ياتي من الداخل، من القلب. ازيك يا مولانا؟ اهلا، ازيك يا ولد يا عطوه؟ قفلك الباب؟ لا سيبه مفتوح. لا اقفله لك احسن. لا بقول لك سيبه عشان الهوا يا ولد. طب والله العظيم مين اللي قفله؟ بقول لك سيب الباب يا عطوه. يا عطوه بقول لك سيب الباب يا عطوه. عايزاك تعلمني اللغة العربية الفصحى. عندي كتاب سوف احضره لك. لا أنا عايزة درس خصوصي. استغفر الله العظيم، استغفر الله. شكرا يا حبيبي. أحب بنات الليل الشرفاء. كيف لم أستطع أن أؤذن لصلاة الفجر اليوم؟ كان الأمر فوق طاقتي، فقد كانت أول مرة في حياتي أتعرض لمثل هذه المرة. سبحان الله، أنا الذي جاء إلى الحارة ليطرد منها الشيطان تضاءلت طموحاتي، وأصبح منتهى أملي هو أن يبعد عني الشيطان. أنا الشيخ عبد العال، أجد نفسي هكذا في الشرق. أنا الذي أردت هزيمة الشيطان في الناس أجري خوفا من أن يهزمني في نفسي. أدركت الآن أنه لا يحلو لك التربص إلا محاطا بالجمال أو على هيئة امرأة. لابد أن أمحو من ذاكرتي كل ما رأيت. لابد أن أطفئ في نفسي نور حجرتها. إنها الحرب بيني وبينها، أقصد بيني وبين الشيطان.
يا رب أغثني. يا رب خوفي ليس من الشيطان إنما من نفسي. يا رب أحببتك نقيا وأعلم أنه لابد لي من أن أنتحر. يا رب أعلم أنه كلما زاد الابتلاء زاد الأجر، وكلما زاد الصبر كلما نعمت بحلاوة القرب منك. إني طامع في الاقتراب منك أكثر. سأنظر أكثر، سأضاعف الإغواء. الله أكبر. الله أكبر.
أنا جاي عشان الدرس الأول. بس أنا جبت الكتاب اللي أنت قلت عليه. الله أكبر. الله أكبر. حزينة